برشلونة يكتسح بيتيس، تجربة نيمار والصفقة السوبر. الصفقة التي كان يحتاجها برشلونة. ماذا قال تشافي بعد فوز برشلونة الكاسح على بيتيس؟ برشلونة يكتسح بيتيس، تجربة نيمار والصفقة السوبر. استعاد برشلونة فارق 11 نقطة مع ريال مدريد الوصيف في صدارات الدوري الإسباني بعدما سحق فريق ريال بيتيس برباعية دون رد في اللقاء الذي جرت وقائعه على أرضية ملعب الكامب نو مساء السبت ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة. مباراة برشلونة وبيتيس اليوم في الليغا كانت بمثابة لقاء رافينيا بامتياز بعدما لعب البرازيلي مباراة رائعة وقدم مردودا مميزا ساعد كتيبة الإسباني تشافي هرنانديز على تحقيق الانتصار. وبدون أي ضجيج يثبت رافينيا أنه استغل فرصته بشكل جيد، دعونا نقول جيد فقط وليس جيد جدا، لكن الأمور تبدو على ما يرام بالنظر لكونه يعيش أول موسم له مع الفريق وبعد ظهوره بمستوى مهزوز في مباراة رايو فايكانو الماضية بسبب التفكير في إمكانية عودته لدكة البدلاء من جديد مع عودة عثمان ديمبيلي من الإصابة. تخلص اللاعب من الصراع الذهني داخل رأسه وظهر بتركيز عال للغاية، وقدم رافينيا نفسه بكل هدوء في الميدان اليوم كورقة هامة للغاية في الجناح الهجومي أمام المدرب تشافي، في الوقت الذي يعلم فيه أن عودة ديمبيلي تشكل خطرا على دقائقه. لكن مجمل ما يواصل البرازيلي تقديمه للفريق يتجاوز ما فعله نيمار في أول موسم له بالكامب نو، وهو ما تؤكدها لغة الأرقام. بالمناسبة البرازيلي عادل رقم نيمار بصناعة 11 هدفا في أول موسم له مع برشلونة، مع امتلاك رافينيا فرصة الابتعاد أكثر عن نجم باريس سان جيرمان الحالي من خلال صناعة المزيد من الأهداف فيما تبقى من مباريات الموسم. الصفقة التي كان يحتاجها برشلونة. إنه الدنماركي إندرياس كريستنسن التي أثبت من جديد أنه الصفقة التي كان يحتاجها برشلونة بالفعل، وظهر ذلك في حضوره قبل غيابه، ولا نتحدث عنه ونشيد به فقط لأنه سجل الهدف الافتتاحي في مباراة اليوم، ولكن بالنظر للمباريات التي يشارك فيها والأخرى التي لا يتواجد بها، برشلونة أثبت أنه جلب قلب دفاع من الطراز العالمي من خلال التعاقد مع كريستنسن، بعدما ظنت بعض الأصوات أن الإدارة كل ما فعلته هو جلب لاعب مطرود من جنة تشيلسي الإنجليزي. ماذا قال تشافي بعد فوز برشلونة الكاسح على بيتيس؟ عبر المدرب الإسباني تشافي هرنانديز مدرب برشلونة عن سعادته بفوز فريقه على ريال بيتيس ب4 أهداف دون رد، وذلك في إطار منافسات الدوري الإسباني. وسجل رباعية برشلونة على أرض ملعب الكامب نو كل من أندرياس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ودياز وغايدو رودريغيز بالخطأ في مرمى فريقه. وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية بعد هزيمة مستحقة أمام فايكانو: اجتزنا لردة فعل وبدأنا المباراة بصورة جيدة حينما كانت نتيجة 1-0 بعد الطرد. كانت مباراة صعبة جدا علينا. وأضاف: لقد حسمنا المباراة تقريبا في الشوط الأول، كنا قادرين على إجراء المداورة وإعطاء دقائق اللعب وأخذنا خطوة إضافية نحو الهدف. وتابع مدرب الكاتالان: من المهم أن يحظى ديمبلي بدقائق اللعب، لكن قال لي إنه يشعر بمشاعر طيبة وكريستنسن منحنا الأمان في الدفاع. وأضاف: كريستنسن صفقة رائعة وأظهر ذلك وافتقدناه. من كنا نفتقده اليوم هو سيرجيو روبرتو، ولكننا سنستعيد الجميع خلال أسبوعين. وأكمل تشافي: أنجزنا خطوة عملاقة للفوز بالدوري سيكون من دواعي السرور للنادي. ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد قبل 6 جولات من الختام.